احد المشاكل اللي بتواجهنا بعد جراحة السمنة للأسف هي موضوع ترهل الجلد. طيب هل ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ حسب حاجات كتير قوي، في عوامل كتير جدا جدا بتختلف. وفي واحد بيجي لي وزنه 200 كيلو ما بيحصلوش اي ترهل في الوزن في الجلد. واحد تاني لا بيحصل له ترهل. طب ايه العوامل بقى اللي بتحكم ده كله؟ رقم واحد ان انا بقالي كام سنه تخين. رقم اتنين انا وصل وزني لقد ايه، يعني هل وصل وزني رقم كبير ولا لا. هل في ترهل من قبل كده في الجلد ولا لا، هل في عمليات قبل كده ولا لا. انا سني كام سنه، طبيعه جلدي بقى ده عامل من العوامل المهمه جدا. في واحد طبيعه جلده بتنكمش تاني وترجع لشكلها الطبيعي، واحد تاني لا. فكل دي عوامل بتأثر، يعني واحد هيحصل له ترهل وواحد هيحصل له، مش هنقدر نحكمها الا غير بعد العملية. نقدر نقلل بقى الترهلات اللي هتحصل ديت بعد العملية عن طريق رقم واحد احنا نلعب رياضة. رقم اتنين اشرب سوائل كتير جدا كويس، حتى لو انا مش عارف اشرب في المرة كتير انما كل شوية اشرب. اهتم بالبروتين والفيتامينات دي مهمة جدا. اتأثرنا بقى خالص وقتها يبقى ملناش حل غير الحلول الجراحية. يعني الجراحة التجميلية ضرورية لما ابقى انا شايف ان انا مش مبسوط من شكل جسمي. يعني انا عملت العملية وفي واحد راضي جدا جدا وشايف ان انا كده كافي جدا بالنسبة لي وانا راضي بده. واحد تاني هو مش راضي، فبالتالي هيضطر يروح لدكتور التجميل عشان يبتدي يبقى فيه حلول اخرى.